مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الاثنين في كندا. النهارده عندنا لونج ويك اند. النهارده الساعه دلوقتي 1:10 بتوقيت كندا. عندنا لونج ويك اند، عشان كده انا قدرت اطلع يوم الاثنين ان انا اتكلم النهارده. النهارده هتكلم في موضوع حبيت اشارككم بيه، ده رايي يعني، وحاسه ان انا اتاثرت بيه، اللي هو تاثير الكلمه. تأثير الكلمة في العقول، وتأثير الكلمة ازاي ممكن الإنسان الكلام اللي بيسمعه وممكن ازاي يتأثر بيه، وممكن ازاي يقدر ان هو يغير من طريقة نظرته للأشياء وللحياة وقراراته واختياراته في الحياة واستيعابه للي بيحصل حواليه. وهديكوا أمثلة كتيرة من الحقيقة حصلت وبتحصل حواليكوا. بحاول ان انا الفت نظركم لحاجات معينة ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها. هبتدي الاول بتاثير الكلمه. عايزه اتكلم واذكر اسم دكتور عظيم. انا كنت من خريج هندسه القاهره. كنت كهرباء باور، وكان في دكتور اسمه دكتور شريف عبد العظيم. ده كان دكتور في قسم اتصالات، واحنا في كهرباء باور كنا بناخد مواد من اتصالات، واتصالات كانت بتاخد مواد من كهرباء باور، دي حاجات مشتركه. فكان الدكتور شريف عبد العظيم كان بيدينا ماده من المواد دي، وكان دايما في محاضراته انسان محترم جدا. يقول اللي عايز يتكلم يطلع بره المدرج، انا ما باخدش حضور وغياب. اللي عايز يرد على التليفون او يعمل اي حاجه يقدر يطلع بره بهدوء، بس يقعد ورا ويطلع من المدرج اللي ورا. وكان كل محاضره كان دايما بيبقى فيه بريك كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وكان بيكلمنا على الاخلاق. ازاي تبقى انت انسان محترم وعضو فعال في بلدك. يعني ازاي ما ابتدى مثلا في الزباله ازاي ما نرميش على الارض، ازاي نحاول ان احنا ناثر على اللي حوالينا، عمل الخير، ازاي يكون ليك بصمه، ان مش حياتك بس عباره عن شغل واكل وشرب وتجميع للمال وفسح، وان انت كل الحياه دايره حوالين نفسك انت بس او حوالين اسرتك بس. ان ازاي يكون ليك دور مؤثر في المجتمع، ازاي يكون ليك بصمه. يعني مش حياتك بس عباره انك انت بتشتغل وبتحوش ورصيدك في البنك قد ايه. ازاي يكون انت ليك تأثير وبصمة في اللي حواليك، وان اللي حواليك، وازاي ترفع من التوعية بتاعت الناس اللي حواليك. مش كل الناس اخدت نفس الفرصة اللي انت اخدتها، مش كل الناس اخدت نفس التعليم اللي انت اخدته، مش كل الناس قدرت وواجهت نفس الناس اللي في حياتك اللي اثروا عليك تأثير جيد. فدورك انت بالتالي انك انت تنقل الرسالة. وهو مؤسس جمعية اسمها جمعية الرسالة. جمعية الرسالة دي كان فيها دار ايتام، وكان فيها خدمات كتيرة جدا، وكان بيشجع الطلبة ان هم حتى لو مش هيروحوا ان هم يتطوعوا في أسرة رسالة أو جمعية رسالة، إن هم يبقى عندهم عمل تطوعي في حياتهم. لأن حقيقي إن الأعمال التطوعية دي بترفع من مستوى بني آدم، يعني بتخليك بني آدم، الإنسانية بتاعتك، إنك أنت يكون لك فيها فعلا دور في المجتمع. وما أدركتش الرسالة اللي بيقالها الدكتور شريف عبد العظيم ساعتها، واللي كان بيحاول إن هو يوصلها للطلبة، وإحنا كنا ساعتها طلبة في كلية هندسة وفي سن صغير. لما جيت كندا لقيت هنا بيقدسوا العمل التطوعي، الفولنتير وورك، وبيخلوا طلبة الهاي سكول اللي هم الثانوي ما يتخرجوش من الهاي سكول حتى لو جابوا كل الدرجات، الا اذا استوفوا عدد ساعات معين من العمل التطوعي. يعني انا بناتي في الهاي سكول في ثانوي كل بنت فيهم مطالبه ان هي تعمل اعمال تطوعيه، بان هي مثلا تشارك مثلا في الفود بانك اللي هو بنك الطعام، ان هي مثلا تروح دار مسنين وتخدم المسنين هناك، ان هي مثلا لو في مثلا اي اعمال اكتيفيتي في المدرسه ان هي تشارك بوقتها وتعمل في العمل ده. وبيدوها ساعات، ما بيبقاش عمل تطوعي من غير فلوس خالص، وبيدوها ساعات وهي ليها عدد ساعات معين عشان تتخرج من المدرسه الثانوي وتبتدي ان هي تبقى مؤهله انها تخش التعليم الجامعي. لازم تحقق عدد الساعات العمل التطوعي ده. الحاجات دي ما كانتش، احنا في مصر مش بنهتم بيها، ومش بنعلمها لعيالنا كتير، ومش بنقول قد ايه العمل ده مهم. في مصر في ملاجئ كتير جدا للاطفال، في دار مسنين، في دارات ذو الاحتياجات الخاصه، في ناس فقيره ما عندهاش فلوس تدي لعيالها دروس. فقيمه عمل الخير والفولنتير وورك، لو احنا بدانا ان احنا نعلم عيالنا ان احنا عندهم فرص كتيره جدا جدا للعمل التطوعي ده، العمل التطوعي ده هيأثر في الانسان نفسه، وهيأثر كمان في حياته، وربنا هيجازيك خير. يعني انت هتاخد حياتك، هتاخد الجزا ده دنيا واخره. فمش معقول ان احنا المفروض في بلد زي مصر، المفروض انها بلد متدينه وليها دين والناس
على دين ان احنا ما نبقاش يعني مش مقدرين قيمه العمل التطوعي ده، وبلاد اللي هم المفروض احنا بنقول عليهم ما لهمش دين وبيشربوا خمور وشذوذ وكده، يبقى عندهم العمل التطوعي ده اساسي في التعليم بتاعهم. انا ما بشوفش شيوخ بيتكلموا على العمل التطوعي، ما بشوفش كهنه بتتكلم على العمل التطوعي، ما بشوفش قنوات دينيه بتتكلم عن العمل التطوعي وقيمته. ليه ما بتحاولوش تأثروا وترشدوا للناس للحاجه الصح اللي ممكن تتعمل؟ العمل التطوعي ده حاجه شيء جميل جدا جدا جدا، وانا اتعلمته عن طريق الدكتور شريف عبد العظيم. وبدات ان انا بعد ما هو بدا يشوف وينبهني الحاجه، بدات اقول طب، وبدانا نروح، مش لازم رساله بس، كان في كذا ملجا زي المبره، وكان في ملاجئ في اسماعيليه، وكان في بيوت للاحتياجات الخاصه، وبدانا ان احنا اشوف الناس اللي حواليا، وبدانا نروح من وانا في الجامعه، وفرق معايا جدا جدا جدا. وبقى الانسان قلبه بقى بيحس باللي حواليه، وبيخليش الانسان بيوصل له الغرور والانانيه والنرجسيه وكل الامراض بتاعت العصر دي. ما هي كل امراض العصر دي يعني حوالين الذات. ما انت لو بدات ان انت تخدم وتخدم الناس، المجتمع اللي حواليك، مش هيبقى عندك كل الحاجات دي. فاحلى ذكريات عمري في مصر لما كنت بروح في الاعمال التطوعيه دي حقيقي، وبحس ببركه الاعمال دي في حياتي حتى الان. والبركه دي هي اللي سندتني لما جيت كندا وواجهت حاجات صعبه كتيره جدا جدا، لاني حسيت قد ايه ان اللي شاركت فيه واللي ربنا اداني نعمه ان انا شاركت فيه في مصر بترد لي اضعاف اضعافه. فدي اول نقطه، ان احنا نكون مؤثرين. ليه بتكلم في كده؟ في قنوات دينيه من الطرفين، بس هتكلم على الطرف الاسلامي والطرف المسيحي والفرق بينهم. كذا قناه دينيه من الطرف الاسلامي انا بدات اعرفهم لما بداوا يتواصلوا معايا، وكانوا عايزين يحطوا فيديوهاتي عندهم ويطلعوني عندهم ضيفه وكده، وهنزود لك الفولورز وهنخليكي مشهوره والكلام ده كله. هم فاكرين لان انا بطلع اهاجم او انتقد الكنيسه في عيوب فيها ان انا كده خلاص بقى، ان انا مستعده ان انا اطلع واركب الترند على حساب الكنيسه وعلى حساب الاخطاء اللي بتحصل. فطبعا لما رفضت بدات ابص على قنواتهم. القنوات دي الناس اللي بتتكلم ما بيتكلموش في حاجه غير ان هم بيتريقوا على الدين المسيحي وعلى الكهنه المسيحيين. طب انت لما تتريق على الدين المسيحي وكل الكهنه المسيحيين، انت فدت الشعب في ايه؟ انت فدت المواطن المصري في ايه؟ بينت له ان المسيحيه دي غلط؟ ما هو كده كده مسلم. هو انت فاكر ان انت لما تقعد تتريق وتعمل كده انت هتخلي المسيحيين يبقوا مسلمين؟ طب انت خليت المسيحيين بقوا مسلمين، ماشي، ال 10% ولا 15% بتاعت البلد قلبتها كلها مسلمين، انت كده قضيت على الفساد، انت كده قضيت على الفقر، قضيت على المحسوبيه، وجدت فرص عمل، طلعت المعتقلين، سهلت حريه الراي في مصر، خليت فيه عداله، خليت فيه مساواه. هتقدر تخلي الشريعه بتاعتك تحكم البلد؟ من قتل يقتل، زي ما حصل في الست اللي اتقتلت واخد جوزها 7 سنين. هتقدر؟ هي مشكلتك في البلد ان في 10% ولا 15% مسيحيين؟ القنوات دي يا جماعه مموله من الحكومه. الحكومه سايباها بمنتهى البساطه، عشان الحكومه الفاسده عايزه تخلي الناس تاكل في بعض وتتشغل في بعض وما يشوفوش الواقع الأليم اللي هم عايشين فيه، فينشغلوا عن الفساد وعن بيع الأراضي وعن المصالح ومفيش مساواة، وإن أي حد ممكن أمين شرطة يشدك في أي وقت ويوديك السجن ويعمل فيك ما لا يعمل، وملكش حق وحلني بقى، والقضاء مش عادل، والنيابة بتطرمخ على المحاضر وبتحفظها. انت فكل القنوات دي واخده موافقه الحكومه انها تتكلم، بدليل ان الناس العاديه اللي بتتكلم في مواضيع عاديه عشان ترفع الوعي، زي احمد ابو زيد ده ولا احمد ابو يزيد، اتاخد في المعتقل واخدوه بلا سبب. اشمعنى دول قاعدين ومش بيتاخدوا؟ اشمعنى الناس اللي بتتكلم وبتقعد تتريق على الدين وتقعد اصل مش عارفه الكاهن ده بنته عملت ايه، الحق المسيحيين داخلين لابسين ايه الكنايس، الحق الرجاله بيعملوا ايه، الحق دي بتشتم في ايه؟ انت كده رفعت انت كده فدت المجتمع؟ انت كده فدت المجتمع المصري؟ ما توريهم الحقيقه، اتكلم في الحقيقه، استغل ان انت عندك ناس بتسمعك
وعندك فولورز وان انت عندك قناه، وقول كلمه الحق اللي هيحاسبك عليها ربنا. هو انت كده يعني انت كده شرفت دينك؟ بمنتهى البساطه. انا عندي 2 مقارنه من الدكتور شريف عبد العظيم المسلم وقناه من القنوات دي مش هقول اساميهم اللي بيتكلم عن الدين وبالطريقه. تفتكر مين كان مثال لصوره دينه احسن؟ مين اللي اثر في الناس اكتر؟ مين؟ الناس زي الدكتور شريف عبد العظيم ده هو من الناس اللي خلتني ما عنديش متلازمه الاضطهاد، ما عنديش عقد الاضطهاد والفرق بين المسيحي والمسلم، لانه وراني ان في ناس مسلمين محترمين جدا وعندهم فكر. ولما اتعرضت لمشاكل بعد كده وحكيتها في فيديو من الفيديوهات ما كنتش متضايقه، لان كنت عارفه ان مش هم دول اللي بيمثلوا الدين. فمين مثل دينه احسن؟ مين ادى صوره لدينه احسن؟ وانا ضد تماما للناس المسيحيين اللي بيعملوا قنوات، بس طبعا المسيحيين بيعملوا قنوات ويشتموا في الدين الاسلامي ويشتموا في النبي ما بيبقوش جوه مصر، لان الحكومه مش هتحميهم، بيبقوا بره مصر، ويبقى فيهم كتير مش مصريين. لكن اللي بيشتموا في المسيحيين بيبقوا جوه مصر وبيبقوا محميين من الحكومه. خلي بالكم من الكلمه اللي بتسمعوها، خلي بالكم من الكلمه اللي تقال لكم، لان هي بتاثر في مخكم وبتاثر في وعيكم. اتفرجت، هعمل لكم مقارنه بسيطه وهسيبكم انتوا تفكروا في الكلام اللي هقوله، ماشي؟ ارجعوا لسنه 2013، رمضان 2013، دراما مسلسلات رمضان 2013 ودراما مسلسلات رمضان 2025. 2013 كان في مسلسل اسمه موجة حرة. موجة حرة كان بيتكلم عن ايه؟ عن بيع الغاز، عن الثورة، عن الضباط اللي بيحصل في السجون وهتك العرض. كان بيتكلم عن الجرائم اللي بتحصل في البلد، الفساد اللي كان بيحصل في البلد، الناس واستغلال صورة الدين وان في حاجات معينة بتحصل تحت عين الحكومة وبموافقتها عشان هم عايزين يمشوا الناس او التيار في طريقة معينة. ده كان مسلسل دراما 2025. ايش اعلى مشاهدة. بيحكي عن ايه؟ رقاصة مامتها وباباها رقاصة، بتاخد كورس انجليزي، قررت تنتقم من تجار مخدرات، حبته رجب الجريتلي اللي الستات كلهم بقوا عايزين واحد يبقى رجب الجريتلي، وبقينا صعبان علينا تاجر المخدرات، القاتل تاجر المخدرات الفاسد، بقينا متعاطفين معاه، متعاطفين مع الرقاصة بنت الرقاصة، متعاطفين وبقينا عايزين نقلد مكياج ايش عايزين نقلد شعرها، طريقة كلامها. أعلى مشاهدة في 12 سنة، في 12 سنة الشعب المصري بقى تفكيره كده، بقى دي اختياراته في 12 سنة ولا 13 سنة؟ 12 سنة من 2013 ل 2025، 12 سنة يغيروا هوية واختيارات ووعي الشعب المصري للدرجة دي. هات مسلسل ايش اتفرج عليه، وهات مسلسل موجة حرة واتفرج عليها، واعرف الذوق راح فين، واعرف الوعي راح فين، واعرف حرية الكلمة راحت فين، واعرف وشوف في فرق كبير ولا لا، في فرق كبير بين 2013 و 2025 ولا لا. خلي بالكم من الكلام اللي بتسمعوه، خلي بالكم من الكلمة اللي تتلقوها، خلي عندكم وعي وفكروا كويس قوي في اللي بيحصل حواليكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.